أهلا بالصحاب. واعتذر حامد حمدان بطل موقعة الصيف أو ميركاتو الصيف وقصة انتقاله لنادي الزمالك. حامد حمدان بيعتذر لمجلس إدارة نادي بتروجيت وللجهاز الفني وللمدير الفني ولزمايله من اللعيبة، وده الصح بصراحة. وهقول لك ليه بتروجيت رغم إن هو نادي صغير إلا إنه نموذج لازم كل الأندية تحتذي بيه، وإن بتروجيت خرج من أزمة حامد حمدان منتصر بهذا الاعتذار. بغض النظر حامد حمدان مكمل مع بتروجيت او ان هو هيتنقل زي ما الاخبار ما طلعت كده للزمالك في يناير القادم بنص الثمن ب 20 مليون جنيه. في كل الاحوال سواء حامد حمدان مكمل او مش مكمل في يناير القادم وهيروح الزمالك فعلا، الا ان بتروجيت خرج منتصر من هذا الاعتذار ومن موقعة حامد حمدان في هذا الميركاتو الصيفي. لكن خليني في الاول قبل ما اقول لك يعني ليه بتروجيت خرج منتصر من هذا الموضوع. خليني اقول لك ان اللعيبه اللي من نوعيه حامد حمدان ديت مش بتكمل غالبا في الانديه بتاعتها يعني اللي بتمارس العوق على انديتها وانها بتمتنع عن التمرين وانها بتعمل نوع من انواع الضغط السيء، ضاربه بالعقود والاتفاقيات والحاجات اللي بينها وبين انديتها عرض الحائط عشان تنفذ اللي في دماغها وتروح للانديه اللي هي عايزه تلعب فيها. يعني لعيبه زي شفنا مثلا في اوروبا يوكيريس اما عمل كده مع سبورتنج لشبونه عشان يروح ارسنال. حاليا في موقعة دائرة في اوروبا او في الدوري الانجليزي تحديدا. الكسندر ايزاك المهاجم السويدي بيعمل نفس اللي عمل يوكيريس مع سبورتنج لشبونه بيعمله مع نيوكاسل وممتنع عن التدريب عشان يروح ليفربول. النادي الاهلي برضو وسام ابو علي دخل في قصه زي كده مع النادي الاهلي عشان يروح امريكا. اللعيبه ديت غالبا بتمشي وما ينفعش تقعد في الانديه اللي بتعمل معاها هذه التصرفات. يعني لازم النادي يتخلص من هذه اللعيبه as soon as possible. بس لازم النادي في نفس الوقت لما يجي يتخلص من اللعيبه ديت يطلع منتصر، يطلع منتصر ماديا او يطلع منتصر على الاقل معنويا. فاللي عجبني في حركه بتروجيت ان هو خرج منتصر معنويا رغم ان هو نادي صغير. يعني غالبا لما تيجي تبص كده على بتروجيت او الانديه اللي من نوعيه بتروجيت في قصه زي قصص او قصه حامد حمدان، يعني هتقول ان النادي الصغير دوت هيطلع كسبان ماديا. لا، بتروجيت ما طلعش كسبان ماديا، ده طلع كسبان معنويا. ازاي؟ اما حامد حمدان قدم اعتذاره لبتروجيت، بتروجيت انتصر في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان مجلس اداره بتروجيت برئاسه اللواء جمال فوزي انتصرت للنادي، انتصرت لكيان نادي بتروجيت اللي هو رغم ان هو نادي صغير الا انه يعني حافظ على حقوق النادي دوت وحافظ على حقوق الادبيه والمعنويه والماديه، واثبت ان هو نادي محترم. يعني مجلس اداره بتروجيت برئاسه اللواء جمال فوزي لما خلت حامد حمدان يقدم هذا الاعتذار اثبت كده ان هو نادي محترم بيحافظ على شكل النادي وصوره النادي. وحتى اللعيبه اللي جوه النادي انا حاطط نفسي مكانهم هيحس بالفخر ان هو موجود في نادي زي دوت. عشان لما لعيب تمرد في الاخر ما عملش اللي في دماغه، في الاخر ما راحش زي ما هو عايز في النادي اللي هو عايز يلعب فيه في الوقت دوت، في الوقت اللي هو تمرد فيه ما راحش والنادي هو اللي انتصر. فاداره بتروجيت ضربت مثال جيد جدا للعيبه اللي موجوده جوه الفرقه، ضربت مثال جيد جدا للجهاز الفني، ضربت مثال جيد جدا للجمهور الكوره في مصر اللي انا واحد منهم واللي انا بعمل الفيديو دوت احتفاء بهذا الحدث لاداره بتروجيت ان انا بديها حقها ان هم انتصروا للقيم الرياضيه وانتصروا للالتزام والانضباط والحفاظ على حقوق النادي من حيث العقد، من حيث الشكل العام للنادي، البيئه الداخليه للنادي. فهذا الاعتذار بتاع حامد حمدان قدم انتصار قوي جدا لبتروجيت في هذه الناحيه ان هو اثبت ان هو نادي محترم وضرب مثل جيد جدا بتروجيت اللي لعبته ان انا نادي ما يتلعبش بيا وان انا نادي آه، لو حصل ان لعيب تمرد عليا لا انا بحافظ على حقوقي وما بديش اللعيب اللي هو عايزه. انا بحافظ على حقوق النادي رقم واحد وده اللي هم قالوه اصلا. يعني بتروجيت طلع بيان وقت الازمه وقال يا جماعه انا بحافظ على لعيبتي، انا من حقي كنادي ان انا احافظ على لعيبتي. فهم فعلا حافظوا على النادي من الناحيه ديت، من الزاويه ديت، ان ما حدش يلوي دراع النادي حتى لو انا نادي صغير. عشان كده بقول لك بتروجيت
نموذج يحتذى بيه. اي نادي تاني صغير كان هيدور على الماده ويقول لك 40 مليون جنيه في لاعب زي حامد حمدان، مش منور قوي يعني في الدوري المصري، مش بيرلو عصره اوانه يعني. لا، اخد ال 40 مليون جنيه وبوسه لحامد حمدان وروح يا عم المكان اللي انت عايزه. بتروجيت ما عملش كده، اللي هو جمال فوزي ما عملش كده، سيد عيد المدير الفني لبتروجيت ما عملش كده. فدي الزاويه الاولى او النقطه الاولى اللي انتصر فيها بتروجيت معنويا. النقطه الثانيه برضه هي انتصار معنوي. انتصارات بتروجيت كلها معنويه، وده اللي عاجبني في الموضوع، في القصه، مش ماديه. الانتصار الثاني ان هو انتصر على المعركه النفسيه والمعركه الكلاميه والابتزاز اللي مارسه قطاع كبير جدا من جمهور الزمالك ووكيل اللاعب نفسه. ابتزاز اتجاه نادي بتروجيت ومعركه نفسيه ومعركه كلاميه، وصوروا للراي العام ان حامد حمدان لاعب مخطوف وبتروجيت حابسينه في اوضه الفيران وبيكهربوه كل يوم صبح وبالليل عشان هو عايز يروح الزمالك يعين امه. ومش عارف، واهله اتدخلوا في الموضوع ومش عارف ايه، وغزه كلها بتطالب بانتقال حامد حمدان لبتروجيت، ومصر كلها لازم تتدخل، وكلام بقى الموضوع كبر قوي، بقى قضيه راي عام وقضيه قوميه. فبتروجيت انتصر على الحاجات دي كلها لما حامد حمدان قدم اعتذار، قال من خلال الاعتذار انا غلطان، واللي بدر مني طول الفتره اللي فاتت ده كله خطأ. فكده بتروجيت من خلال هذا الاعتذار بيقول ان كل واحد دعم حامد حمدان في هذه الازمه غلطان وعلى خطأ. جمهور الزمالك بقى او وكيله او اي حد، كل واحد بقى زاط معاه في الزيطه وعلى التون، هو على التون في حاجه غلط. فده انتصار قوي جدا لاداره بتروجيت، بغض النظر حامد حمدان مكمل ولا مش مكمل، بغض النظر هو هيروح الزمالك امتى، هيروح يناير الجاي، هيروح الصيف الجاي، مش هيروح خالص، بغض النظر عن اي حاجه. اللاعب لم ينفذ اللي في دماغه، ما راحش في الوقت اللي هو عايزه، في الوقت اللي كانت الموجه فيه عاليه والناس كلها عماله تضغط على بتروجيت. وضربوا مثل اللعيبه بتاعت بتروجيت ان الليل ودراع النادي مش هيعمل اللي في دماغه وهيعتذر للنادي. وكمان انتصروا على المعركه الكلاميه والحرب النفسيه والابتزاز اللي مورس ضد نادي بتروجيت، اللي هو يعني افتكروا ان هو لقمه سائغه، ان هو بشويه ضغط وشويه حرب اعلاميه وشغل السوشيال ميديا ان هو هيرضخ لهذا الكلام ويبيع اللاعب للزمالك وجون ادوارد بقى. يعني هو بتروجيت كان الصخره اللي اتحطمت عليها اسطوره جون ادوارد، اللي هو بيجيب لك لبن العصفور ومفيش حد بيقول له لا، ولو عايز مش عارف مين هيجيبه. ما جابش حامد حمدان جون ادوارد، ما جابش حامد حمدان في الوقت اللي هو كان عايزه يجيبه فيه في ميركاتو الصيف، بغض النظر ايه اللي هيحصل بعد كده. ما نفذش اللي في دماغه. وزي ما قلت يعني بتروجيت اصلا لو عايز يخلي حامد حمدان هيخليه بالاصول وبالعقد وبكل حاجه، لكن انا زي ما قلت كده في اول الفيديو، اللعيبه اللي زي حامد حمدان ديت ما تستناش في انديتها. النادي لازم يخلص منها عشان هتبقى عامله زي الصداع، عامله زي التفاحه الفاسده اللي موجوده جوه البيئه بتاعتك. اللعيبه اللي زي حامد حمدان زي ما قلت كده، زي يوكيريز، زي وسام ابو علي، زي دلوقتي النوش اللي بيعملوا ايزاك في نيوكاسل، اللعيبه ديت لازم تخلص منها ولازم تكسب من وراها. اللي بيكسب بقى مكاسب ماديه، وفي اللي بيكسب مكاسب معنويه زي بتروجيت اللي عاجبني جدا في الحركه بتاعته، اللي هو رغم ان هو نادي صغير بعيد وبزيد، بص على المكسب المعنوي مش المكسب المادي. فبتروجيت انتصر للنادي، او اداره بتروجيت انتصرت للنادي وانتصرت للقيم وانتصرت للثوابت الرياضيه وانتصرت للعقود واحترام العقود، وانتصرت للبيئه الداخليه لبتروجيت، وانتصرت للعيبه اللي في سكواد بتروجيت، وانتصرت للجهاز الفني، وانتصرت ضد الحرب الكلاميه والحرب النفسيه والابتزاز اللي مورس ضدها من خلال اعتذار حامد حمدان. فانا لازم او كنت لازم اطلع بفيديو زي دوت اوثق هذه اللحظه، لحظه انتصار نادي صغير في مصر للقيم وللثوابت الرياضيه، وان هو ما يخليش لعيبه عنده يبتزوا لصالح نادي كبير. فشابوه لبتروجيت. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واتمنى برضو اشوف ارائكم وتفاعلكم في الكومنتات، واشوفكم قريب على خير. سلام.